السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل مع بعض كاسات البسكوت بالشوكولاتة، من أسهل الحلو السريع اللي ممكن تعمليه. بجد طعمه تحفة حلو قوي. هتغطيه بطبقة من جناش الشوكولاتة، من أسهل الجناش اللي ممكن تعمليه لتغطية التورت والجاتوهات. الكاسات دي هتشرفك في المناسبات وتشرفك في العزومات، لأنها بجد سهلة وسريعة جدا، وبجد برضو طعمها حلو قوي. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه انا جبت علبه من بسكوت اولكر، ده بسكوت ساده، انت ممكن تجيبي اي نوع بسكوت انت بتحبيه، وبرضه تعمليه في الوصفه دي تبقى جميله جدا معاكي. هنبتدي ان احنا نكسره حتت صغيره كده. هنبتدي نحط عليها معلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني. هنحط عليها معلقتين كبار من سكر البودره. هنبتدي ان احنا نضربها كويس قوي في الكبه بتاعتنا لغايه لما ينعم معانا خالص، يبقى معانا عامل كده زي الدقيق. بصي بالشكل دوت كده. هنبتدي ننزل عليه حبه بحبه كده من الزبده السايحه بتاعتنا، دول 50 جرام. ننزل معلقه بمعلقه واحنا شغالين في الطحن بتاع البسكوت. بصي بالشكل دوت كده. ناعم معانا خالص، والزبده بتاعتنا غطت البسكوت بتاعنا كله. طعم البسكوت وريحته بقت بجد تحفه. طبعا احنا مش محتاجين ان احنا نحط عليه اي فانيليا، لان البسكوت بتاعنا ريحته وطعمه بجد جميل جدا من غير اي حاجه يتاكل كده. خلاص خلصنا البسكوت بتاعنا وجهزناه، نبتدي بقى احنا نجهز الكريم شانتيه بتاعنا. جبت كوبايه من الكريم شانتيه الخام المتحده. حطيت عليها معلقة واحدة بس كبيرة من السكر البودر. نحط عليها معلقتين كبار من الكاكاو الخام الأسباني، وهنحط عليها كيس من الفانيليا. نديلها تقليبة كده بسيطة عشان ما تعفرش علينا واحنا شغالين. نبتدي بقى ننزل عليها بكوباية صغيرة من المية المتلجة. احنا مش هننزل بيها كلها مرة واحدة، هنحط نصها ونشتغل بيها، ونرجع نحط تاني لما نلاقيها تقيلة نرجع نصب منها حبة كمان. لقيتها تقيلة هنبتدي ان احنا نزود شوية كمان. برضو مش هننزل بيها كلها مرة واحدة، احنا هنحط حبة صغيرين ونقلب، هنحط حبة صغيرين ونضرب، ونرجع نحط حبة صغيرين تاني ونضرب لغاية لما السمك الكريمة بتاعتنا تبقى مظبوطة معانا. لا هي تقيلة قوي ولا هي خفيف قوي، عشان نعرف ان احنا نشتغل بيها في الكاسات بتاعتنا. خلاص كده الكريمة بقت مظبوطة معانا. هنبتدي نحضر جناش الشوكولاتة بتاعنا. هنحط نص كوباية من الحليب درجة حرارة المطبخ، عليها ربع كوباية من الزيت النباتي. هنحط معلقتين كبار من كريم شانتيه الخام. نقلب كله على البارد لغاية لما المكونات كلها تندمج مع بعضها، الكريمة مع اللبن مع الزيت. خلاص اتقلبي كويس جدا، نرفعها على النار لدرجة الغليان. أول ما تغلي معانا نرفعها من على النار، ونبتدي نحط فيها الشوكولاتة بتاعتنا. أنا جبت 200 جرام من شوكولاتة سما بالحليب، نوعها جميل جدا في الشوكولاتة. استعملي شوكولاتة سما بالحليب جميلة جدا. استعملي دريم برضو تبقى جميلة جدا معاكي في اي تغطيه جاتوه، في اي تغطيه تورته، كيكات، تبقى جميله جدا معاكي الشوكولاته دي، وسعرها جميل جدا مش غاليه خالص. نقلبها كويس جدا. اهم حاجه في الخطوه دي يا جماعه ان انت تقلبي الشوكولاته بسرعه بسرعه بسرعه، علشان الشوكولاته بتاعتك تسيح معاكي بسرعه وما تعملش كتل معاكي. خلاص الجناش بتاعنا بقى جاهز كده، لونه جميل جدا وبجد طعمه حلو قوي. كفايه اللمعه اللي فيه ديت بجد تحفه. نصبه بقى في الكوبايه بتاعتنا ونسيبه لغايه لما يبرد معانا عشان نعرف نزوق بيه الكاسات بتاعتنا. ينفع معاكي في تغطية التورت، ينفع معاكي في تغطية الجاتوهات، في الكيكة العادية، بجد تحفة يشرفك في أي حاجة. جبنا الكاسات بتاعتنا، نبتدي اللي احنا نوزع فيها البسكوت اللي احنا طحنينه بالزبدة. بجد طعمه حلو جدا وريحته حلوة قوي. هنبتدي اللي احنا نوزعها كده في الكاسات بالتساوي. نجيب اي حاجة عندنا نعرف نساوي بيها البسكوت بتاعنا. يعني لو عندك كوباية تكون ناعمة من تحت ممكن تساوي بيها، عندك اي أداة اللي انت تعرفي تساوي بيها البسكوت بتاعك من فوق اشتغلي بيها. سوينا الكاسات بتاعتنا كلها.
هتيجي كده من على الحرف بتاع الكاس هتلاقي كده حته طالعه زي ما انا بعمل كده بالمعلقه بظهر المعلقه وسويها. نبتدي بقى نغطيها بطبقه من الكريمه. يعني الاول هنحط البسكوت وبعدين عليه طبقه الكريمه. طريقتها سهله وبسيطه وبجد طعم الكاسات دي تحفه. يعني انت ممكن في 5 دقايق تقومي تعملي البسكوت بتاعك دوت. كاسات شكلها حلو قوي. لو مش عندك الكاسات دي ممكن تعمليها في كوبايات عاديه خالص، الكوبايات بتاعه المطبخ العاديه خالص. تعمليها في بولات صغيره عندك، اللي متاح عندك اشتغلي فيه. وزعنا الكريمه بتاعتنا بالتساوي كده في الكاسات. هنبتدي نرجع نحط طبقه تاني من البسكوت. نرجع نسويها تاني. يعني تحس ان انت داخله المطبخ كده بتلعبي. حاجه سهله وسريعه وبتعمليها لبيتك كده بجد تحفه. بتتباع غاليه جدا بره يا جماعه، لما بتيجي تشتري من بره بتلاقيها غاليه قوي. وحاجات سهله انت ممكن تعمليها في البيت باسهل مما يكون. لو جالك بقى ضيوف على فجاه، لو انت قاعده كده فاضيه مع اولادك في اي وقت ممكن تقومي تعمليها، حاجه جميله جدا. نرجع نحط تاني طبقه من الكريمه. نسويها بقى كده بظهر المعلقه. عايزين الكريمه اللي فوق تبقى ناعمه جدا عشان لما نيجي ان شاء الله نحط عليها دلوقتي جناش الشوكولاته ما تبقاش فيها حته عاليه ولا حته واطيه. الكلام ده كله يبقى كلها سوا واحد. نبتدي بقى نحط عليها جناش الشوكولاته ونغطي كده الوش بتاعها كله. جناش سهل وسريع وبجد طعمه حلو جدا. ينفع في التورت، ينفع في الجاتوهات، ينفع في الكيكه العاديه، ينفع زي ما عملناها كده في كاسات البسكوت دلوقتي. اي حلو ممكن تغطي بيه الجناش بتاع الشوكولاته ده. حطيناها في التلاجة، الشوكولاتة بتاعتنا مسكت نفسها. طعم البسكوت وريحته بجد تحفة. الكاسات دي هتشرفك في المناسبات وتشرفك في العزومات، لانها بجد سهلة وسريعة جدا وبجد برضو طعمها حلو قوي. خلصت معانا الفيديو كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل عليكم. لو الفيديو عجبك دوسيلي لايك واعملي لي مشاركة للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.